السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا من جديد على قناة سوبر توجي أم بدر. طبعا اللي هيشوف شكلي دلوقتي هيضحك لوحده، بس الموضوع بتاع النهاردة عن أحمد موسى. شفت له فيديوهين، واحد قبل كده وواحد النهاردة الصبح. الأولاني بيتكلم عن الفول والطعمية. ده مين؟ ده أحمد موسى، وهو واقف كده في الاستوديو ولابس البدلة بتاعته ونافخ نفسه، بس ما تضحكوش عليا. المهم احمد موسى بقى كده وهو داخل الاستوديو بيكلم الراجل اللي هو ايه بره ده، بيقول له عم محمد والنبي ما تنساش 2 شاورما عشان اول ما اخلص، ما كانتش من الصبح والله، خد بالك عشان ايه السلطات والبطاطس المحمره ما تنساش. احمد موسى بقى ايه داخل بقى كده الاستوديو وواقف منفعل علشان خاطر الفول والطعميه والناس الغلابه اللي ما بتاكلش، مش لاقيه سندوتشات الفول والطعميه. واقف بيقول للناس ايه؟ طعمية صغيرة، سندوتش الفول، الناس الغلابة مش لاقية تاكل، طعمياية قد كده ما بتأكلش حاجة، سندوتش الفول بقى ب8 جنيه. ليه؟ البيضة المسلوقة، البيضة مفيش حد لاقي البيضة، اروح اجيب سندوتش فول وسندوتش طعمية، الراجل يديني المخلل بفلوس؟ مينفعش كده. يعني احنا قلنا يا جماعة وفروا، بلاش تهدروا في الاكل. طب خلاص كلوا عدس، يا سلام على العدس وكوباية العدس وشوربة العدس بتاعت الغلابة، ولا الرز. انا ما باكلش الرز طبعا بقى. تفصلوا بقى مبادر كده شوية عشان ارد عليه. هو اصلا ما بياكلش رز لان اكله كله لحمة وفراخ وشاورما ولحمة ضاني بقى، انتوا فاهمين القصة دي. رمضان اللي فات كان بيقول انا يا عيني بحب اللحمة الضاني. تعالوا بقى نفصل ونرجع تاني. هو ما بياكلش الرز، هو بيقول ايه بقى؟ انا ما باكلش الرز، الناس الغلابة بتاكل الرز والمكرونة. طبعا انتوا عارفين ان المكرونه ب20 جنيه وكل حاجه ب20 جنيه، ودي ب20 جنيه، وكل حاجه غاليه. تمام. البيه بقى احمد موسى يعني وفروا شويه، كلوا حاجه بسيطه. يعني انتوا لو جبتوا ربع كيلو مثلا هيكفيكوا، كل واحد ياكل بالراحه، يعني بلاش تهدروا. ده مين؟ ده عمنا احمد موسى في اول فيديو شفته. ونسيت اقول لكم، بيقول للناس اللي هم بتوع عربيات الجيش، بيقول لهم ايه؟ احنا لازم نقف ونتكاتف ونبدر مصر ب5-6 مليون عربية. طب يا عم هتبدر مصر بعربيات ب5-6 مليون ومصر كلها فيها 100 مليون مواطن كلهم بيتكلموا عن الغلاء والمعيشة وبيشتكوا، هل ال5-6 مليون دول هيوفروا كل احتياجات المصريين؟ طب ما هو باب أولى السلع ترخص عشان الناس كلها تشتري وتوفروا مجهوداتكم والعربيات والبنزين. نسيب بقى الفيديو بقى ايه الأولاني كده، خلص لحد كده. النهارده شفت بقى البي احمد موسى هو بيتكلم عن رجول الفراخ يا معلم. الا رجول الفراخ، كل الناس اللي بتاكل الفراخ نفسها عند رجول الفراخ دي وما بتسيبهاش. تعالوا بقى، الفراخ غليت ما بناكلهاش، لكن لما بنيجي ننزل ندور على حاجة تسد احتياجاتنا غير الفراخ بندور على الرجول، بندور على الأجزاء. وطبعا ده مش حالي لوحدي، ده حال مصريين كتير قوي، وانا ما بتكسفش لان احنا ما بنسرقش. المهم اروح عند بتاع الرجول يقول ايه؟ مفيش رجول. ليه؟ لان مفيش حد بيشتري فراخ عشان هو يذبح، عشان هو يديني رجول. فاكتشفت النهارده في فيديو لاحمد موسى وهو بيتكلم بكل كده، وانتوا شايفين بقى الحاجات اللي شايفين، بيقول للمذيع، بيقول للراجل اللي بيتصل عليه، يعني انتوا بتصدروا الرجول للصين؟ والراجل يقول له اه يا فندم احنا بنصدر، بنروح بولاق وبنروح وبنجيب الرجول وبنصدرها للصين. ياه، يعني بتصدروها غاليه بقى؟ قالوا يعني طبعا الراجل التاني مش هيقول بكام. يعني طب والطبق بكام؟ بيوصل للصين الطبق بكام؟ قالوا معرفش يا فندم، احنا بنصدرها وهما بيبيعوا هناك براحتهم. يعني انت احمد موسى باللي انت فيه ده بتتفشخر
ان الرجول اللي بياكلها الغلابه داخل البلد بتتصدر، علشان كده احنا لما بنروح نشتري ما بنلاقيهاش. وكمان عايز تعرف هي اسعارها ايه، عشان لو اتوجدت في هذا المكان مصر يعني تتباع في نفس السعر تقريبا كده يعني لو الطبق مثلا بيتباع هناك ب10-20 دولار، يبقى انتوا كده يعني ده انتوا كده بتاكلوا في اكله محلوله. امال يعني الغلابه بتشتكي ليه؟ الغلابه مش لاقيه تاكل. ده مين؟ ده احمد موسى. انا مش عارفه اتكلم واقول ايه زياده عن احمد موسى، لان الراجل ده بجد اي حد يتفرج عليه يحس انه عايز يرجع. احمد موسى. الناس لما بتروح علشان تشتري اللحمة بتبقى مكسوفة من نفسها وهي بتشتري ربع كيلو لحمة علشان تقضي عيالها، ولا وهي رايحة تشتري بانيه بتبقى في نص هدومها ومكسوفة للراجل بيبصلها كده من فوق لتحت عشان تشتري بس ربع كيلو بانيه. لما بتيجي بتروح بقى بيتها هتعرف تتصرف ازاي. الست المصرية بقى بتبقى فاهمة هي بتعمل ايه علشان توفر. هي هتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتدخل العيش، بتبله العيش العادي البايت، وبتدخله مع اللحمة المفرومة، وبتعمل منهم وجبات علشان تقضي عيالها وتكفي بيتها. العيش ده احنا ما كناش بنفكر فيه اصلا ان احنا ندخله مع لحمة او فراخ ونفرمه ونعمل منه اكل جديد. يعني يا جماعة لما نروح نلاقي الكيلو الدقيق ب20 جنيه، طبعا لما الدقيق يكون بسعر، كل المكرونات والدقيق والمكرونة والرز كلها بتبقى في نفس السعر تقريبا كده، كله بيبقى نفس السعر ماشي. فانا هروح اشتري مثلا ربع كيلو ب5 جنيه، يعني ربع كيلو ب5 جنيه دقيق، يعني حاجة كده معلقتين يعني مفيش. فبتقوم هي حاطة مثلا معلقتين دقيق على الربع كيلو بتاعت اللحمة، ومعلقتين بقسماط، ورغيفين 3 عيش مع الربع كيلو اللحمة، وتخلص وتعمل ايه لعيالها وجبة. اذا كان بقى ربع كيلو لحمة مفرومة او ربع كيلو بانيه وبتقضي روحها. الأكيدة بقى ان انا خايفة انه لما يعرفوا الطريقة دي من الوصفات اللي الناس كلها بتعملها دلوقتي علشان تقضي على الغلاء، ان هم يغلوا العيش. هو العيش غالي، تصدقوا؟ يبقى هم عرفوا، فعلشان كده غلوا الرغيف الواحد ب1.25 جنيه وسخطوه. والبطاطس علشان نوفر طلعونا ستات البيوت على السوشيال ميديا ازاي نوفر في البطاطس. حتى قشر البطاطس طلعوا منها اختراع يا كوتش. نضفيه ونقعيه بشوية ملح ونقعيه بشوية خل، وبعد كده حمري قشر البطاطس، هيطلع معاكي زي الشيبسي تحفة. الحاجات دي احنا كنا عمرنا ما سمعنا عنها، طول عمرنا لا امهاتنا ولا اجدادنا عرفوا ان انتوا تدخلوا العيش المبلول في اللحوم عشان تكتروا الكمية، ولا احنا عرفنا ان قشر البطاطس اللي احنا دايما بنرميه في الزبالة ان احنا ممكن نغسله ونحمره ونرجع ناكله. ده علشان التوفير، وانتوا عمالين تقولوا لنا كله بالراحة، كله واحدة واحدة. الناس طلعت ترند البرسيم بتاع الحمير يتعمل عصير. ده انا بقول اشعار. الناس طلعت ترند البرسيم يتعمل عصير. احنا كده بقى مش بني ادمين ماشيين في الشارع، احنا تحولنا لحاجة تانية. يعني بجد الواحد حاسس انه مخنوق، ولما طلعت اتكلمت معاكم انا حاسة ان انا ارتحت شوية. اتمنى طبعا الناس تعمل اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو، وترفعوا الفيديو لأكبر عدد ممكن. ولكم تحياتي، سوبر دوجي أم بدر.